السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة إعدادي في كل أنحاء الجمهورية، أهلا بيك يا صديقي، أهلا بيك يا حبيبي. معاك مستر محمود علي، معد المادة بجريدة الجمهورية ومقدم المادة بمنصة الجمهورية التعليمي. إن شاء الله رب العالمين مجهز لك النهارده حاجة عظمة العظمة بفضل الله سبحانه وتعالى. مجهز إيه يا مستر النهارده؟ بعد ما خلصنا كتاب التقييمات كاملا فرع الجبر والهندسه، ان شاء الله رب العالمين معانا 4 امتحانات متوقعه لن يخرج عنهم الامتحان باذن الله. تابعني يا صديقي، والاربع امتحانات مهمين جدا جدا جدا. ونبدا النهارده بالنموذج الاول باذن الله رب العالمين. يلا يا صديقي، ونبدا يا شباب باذن الله في اسئله المجموعه الاولى. طبعا الامتحان بتاعك عباره عن مجموعتين. المجموعه الاولى الاسئله الاختياريه، 9 اسئله اختياري، فيهم 6 اسئله يا باشمهندس. الاسئله ديت منهج، 6 أسئلة من المنهج و3 أسئلة تراكمي. ركز بقى معايا عشان خاطر التراكمي ده عايزين نركز عليه شوية عشان خاطر من منهج أولى وثانية إعدادي. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس الآتية. نقطة تقاطع المستقيمين. نقطة تقاطع مستقيمين يا صديقي الصدوق هي عبارة عن إحداث س وص. فأنت هتمسك المعادلة الأولى س زائد 2 بتساوي 0 تحلها لوحدها. أحل دي إزاي؟ معادلة عادية، طلع الاتنين بعكس الإشارة يبقى س بتساوي -2. هنمسك المعادلة التانية المفروض نحلها. طب المعادلة التانية يا أستاذ الفاضل اسمها ص بتساوي س، أحل فيها إيه يا مستر؟ قال لي تعالى معايا، مش أنت جبت س ب-2؟ تمام، هشيل السين دي وأحط مكانها -2، يبقى ص بتساوي -2. يبقى كده نقطة تقاطع المستقيمين إحداث س الأول -2 وبعد كده إحداث ص. يبقى نختار من الاختيارات -2 و-2. الإجابة رقم ج. طيب شوف السؤال الثاني. مجموعة حل المتباينة. أكيد أنت عرفت وأنت عرفتي إن ده تراكمي، تمام. طب مجموعة حل المتباينة س العلامة دي اسمها أصغر من أو تساوي 1، تمام. إيه اللي أصغر من أو يساوي 1؟ طالما قلت أصغر من أو يساوي 1 يبقى الواحد معايا. إيه اللي أصغر من 1؟ 0. ايه اللي اصغر من الصفر؟ المفروض -1 و-2 الى ما لا نهايه. جميل جدا. بيقول لك في ط. ايه هي ط؟ قال لي ط مجموعه الاعداد الطبيعيه. طب الطبيعيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 0 والاعداد الموجبه كلها. يعني يا مستر ما فيش سالب ما فيهاش سالب، يعني دول مش معايا. يبقى مجموعه الحل كام؟ 1 و0. الاجابه رقم ج. فهمنا الحته دي؟ خد بالك عشان خاطر الاسئله التراكميه هتيجي يعني ايه، مش عايز اقول مباشره لان هي فعلا بتبقى مباشره، بس انا عشان ما تقولش ده المستر بيقول كده عشان يسهل علينا، لا والله هي بتيجي بنفس الطريقه دي. تمسك امتحان القاهره السنه اللي فاتت تلاقي الاسئله التراكميه كلها مباشره بفضل الله. بيقول لك هنا ايه؟ ابسط صوره كده، ده منهج 4 س تربيع ناقص 2 س على 2 س. اعمل ايه؟ قال لي حضرتك ده مقدار، تعالوا نحلله. احلل ازاي؟ خد بالك هنا 4 وهنا 2، لما نحب ناخد عامل مشترك بناخد الصغير، يبقى تاخد 2 عامل مشترك. هنا س تربيع وهنا س يبقى ياخد س، يبقى هنا هاخد عامل مشترك 2 س مع بعض. معايا عددين باخد الصغير، معانا رمزين باخد الصغير، يبقى ياخد الاجمالي عامل مشترك اسمه 2 س. وبعدين اقسم 4 على 2 فيها الاثنين، س تربيع على س. في حالة القسمة بنطرح الأسس تبقى س ناقص 2 س على 2 س فيها الواحد، وتحت في كام؟ في 2 س. وبعدين همشي ده مع ده، يبقى معاك كام؟ يبقى معايا 2 س ناقص 1. يبقى أبسط صورة هي إن شاء الله 2 س ناقص 1. السؤال اللي بعد كده مهم جدا 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 جدا. مجموعة حل المعادلة ده اللي س بتساوي 0 في ح. الشكل اللي قدام حضرتك ده لما تيجي تحب تطلع مجموعة الحل يا صديقي الصدوق تبص على محور السينات. شايفه؟ اللي هو بالأحمر ده ماله؟ تبص سيادتك وسيادتك على المنحنى بتاعك، لمس السينات فين؟ الخط الأزرق ده اللي أنا عامله لمس الأحمر فين؟ عند -2، يبقى مجموعة الحل -2. هي دي مجموعة الحل بيانيا، وخد بالك هيجيب لك فيها سؤال إن شاء الله رب العالمين. السؤال الخامس، مجموعة أصفار الدالة. أصفار الدالة لما يقول لك أصفار خد الدالة سويها بالصفر، يبقى 3 س بتساوي 0. حلها كمعادلة، هقسم هنا على 3 وهنا على 3. 3 تروح مع 3 تطلع س، 0 على 3 فيها الصفر، يبقى الأصفار بتاعتنا
هي صفر يا باشمهندس. اسئله جميله وبتلم درجات. السؤال رقم 6 بيقول اذا كان المعادلتين دول عدد لا نهائي من الحلول. لما يقول لك عدد لا نهائي من الحلول تعمل ايه؟ قال لي تاخد معامل س الاولى على معامل س الثانيه، وبعدين تساويه بمعامل ص الاولى على معامل ص الثانيه. اختصارات نجم الجيل بتجيب من الاخر يا هندسه. صلى على رسول الله. معامل س واحد على معامل س اتنين، معامل س واحد على معامل س اتنين. معامل س واحد هنا كام؟ هنا في واحد يا استاذ مش مكتوب. معامل س اتنين باتنين يبقى واحد على اتنين، وبعدين معامل ص على معامل ص، ثم اديني مقص. واحد في كاف بكاف، 2 في 3 ب6، يبقى اختار من الاختيارات 6. مباشره جدا بفضل الله والطريقه مختصره. تراكمي يا هندسه 2 أس س بتساوي 8. دي كنا بناخدها في ثانيه اعدادي اسمها الاسس. طب عايز اجيب قيمه س، صلى على رسول الله. لما يجي لك حاجه بالشكل ده بننزل الطرف اليمين زي ما هو. ليه؟ عشان ده اللي فيه المجهول اللي انت عايزه. وبعدين شايف ال8 دي عايزين نخليها حاجه اس حاجه. طب ايه حاجه اس حاجه؟ قال لا ما تتعبش نفسك، ده انا لازم اخليها شبه الاثنين دي. يعني احنا بنستعين بالطرف اليمين نشتغل بيه على الشمال. هنا 2 يبقى هنا 2، هنا 3 يبقى هنا 3، ثم تمسك آلتك وتمسك الآلة بتاعتك تجرب بالآلة 2 أس 2 2 أس 3 لحد ما اجيب كام؟ 8. 2 أس 3 هي اللي تديني 8. وبعدين هبص الاقي الاساس زي الاساس، اللي تحت زي بعض ويمشي مع بعض، يبقى اللي فوق بيساوي بعض، يبقى السين بكام؟ تطلع السين ب3. الاجابه رقم د. يبقى الموضوع مباشر جدا، بس محتاج بس اذكرك واذكرك بيه. سؤال رقم 8. جميل جميل جميل. اذا كان ن س بتساوي كذا فان مجال ن أس سالب 1. بص بقى معايا وبص معايا. مجال ن أس سالب 1 تحت وفوق، تحت وفوق، تحت وفوق. ايه تحت وفوق دي يعني؟ يعني بجيب مجال للبسط والمقام. طبعا س ناقص 1 مجالها ايه؟ قال لي طبعا المجال بنقول ح ناقص البسط بتاعي في -1 والمقام في -2. انا باخد بعكس اشارات الاعداد. دي -2 تيجي عندي 2، طب دي -1 تيجي عندي 1. يبقى المجال بتاعي ح ما عدا 2 و1 او 1 و2 عادي لو قلبهم. هنا كاتبها انا 2 1 واعملها 1 و2. طبعا دي هي دي باذن الله. الترتيب مش مهم في المجموعه. سؤال رقم 9 وهيكون الاخير في الاختياري، عشان احنا معانا 9 اختياري بس، نموذج 9 اختياري. اذا كان الف وب حدثان متنافيان استنتج ايه؟ قال لي حضرتك لو طلب منك التقاطع بلام، لو طلب منك التقاطع من غير لام. لو طلب التقاطع بلام يبقى 0، لو طلب منك التقاطع من غير اللام يبقى فاي. دي قاعدة المتنافيان. هو عايز ايه؟ عاوز التقاطع بلام. قال لي التقاطع بلام ياخد 0، يبقى الإجابة رقم د إن شاء الله. كده خلصنا شباب المجموعة الأولى بإذن الله. ننتقل إلى المجموعة الثانية. ربنا معاكم إن شاء الله. نبدأ ونقول بسم الله. حضرتك أول سؤال رقم 10 المجموعة الثانية المقالية. اوجد في اوجد مجموعة حل معادلتين دول. طبعا المعادلتين دول عشان احلهم اول حاجه هحط المعادلتين تحت بعض. اول حاجه هنحط المعادلتين تحت بعض لان دول هيتحلوا بالحذف. عرفت منين هيتحلوا بالحذف يا مستر؟ علمني. طالما الس اس 1 والصاد اس 1، س اس 1 صاد اس 1، يبقى دي طريقه الحذف ان شاء الله. طب الحذف ده بيحتاج مننا ايه؟ ولازم نيجي في الامتحان ان شاء الله. هيحتاج مننا نحط المعادلتين تحت بعض. حطيناهم تحت بعض، ثم ادور على اشارتين مختلفتين، ادور على اشارتين مختلفتين. تعال عندك اهم موجب وسالب. اعمل ايه؟ لقيتهم. قال لي المفروض نحذف. قلت له ما ينفعش احذف. ليه؟ لازم أن يكون العددين دول شبه بعض عشان احذفهم، لان احنا بنحذف اللي مجموعهم 0. لازم اللي يتحذف يبقى مجموعه 0. هل دول كده مجموعهم 0؟ لا. طب اعمل ايه؟ قال لي بص خد بالك بقى معايا. دي معادلة مليانة ودي فاضية. ناخد المليان نضربه في الفاضي، ناخد المليان نضربه في الفاضي. مليانة ب2 اضرب فوق في 2. جميل. اضرب بقى 2 في 2 ب4 والسين تنزل، ناقص 2 في ص ب2 ص، 2 في 3 ب6. المعادلة التانية تنزل تحتيها زي ما هي. بص عملنا ايه؟ العددين بقوا زي بعض. احذفهم وبعدين اعمل جمع للي اتبقى.
4 و1 5 س، دول مشيوا خلاص. 6 و4 10. أنا عايز س أقسم على اللي قدامها يمين وشمال، نقسم على الخمسة، 5 تروح مع 5 تطلع س، 10 على 5 فيها الاتنين. بعد ما جبنا قيمة س هنروح يا شباب إن شاء الله نقول بالتعويض في المعادلة الموجبة. الموجبة فين يا هندسة؟ الموجبة رقم 2، يبقى نعوض في المعادلة التانية. نزل بقى المعادلة التانية قدامك. طب حضرتك وحضرتك لما نزلت المعادلة التانية أعمل إيه؟ قال لي شيل السين وحط مكانها 2. حاضر يا هندسة، أديك لون أسود، أشيل السين وأحط 2 وأنزل الباقي زي ما هو. جميل، اوعى تجمع دول، أطلع الاتنين بعكس الإشارة. يبقى 2 ص بتساوي 4 ناقص 2. يبقى 2 ص 4 ناقص 2 2. أنا عايز ص أقسم على الاتنين يمين وشمال، دي هتروح مع دي تطلع ص، 2 على 2 فالواحد. يبقى م ح مجموعة الحل قوس مجموعة زوج مرتب. س الأول س بكام؟ ب2. بعد كده ص بواحد، يبقى مجموعة الحل 2 1. كده السؤال رقم 10، أول سؤال في المقال إن شاء الله. اوجد ن س في أبسط صورة. عينيا، هنزل النون س وادي الكسرين. أعمل إيه؟ أروح أحلل الأربع مقادير. أي مسألة يا شباب فيها كسور معلش هتعدي معايا على 3 كلمات: حلل، حدد، اختصر. أي مسألة كسور جبرية لازم يا شباب تعدي على ال3 كلمات دول. أول كلمة حلل، هنروح نحلل البسط. نحلله إزاي؟ هنحلله بالآلة. طب البسط ده مش ثلاثي؟ في زرار عندنا يا شباب اسمه مود على الآلة فوق جنب التشغيل، مود 5 3. هدخل مود 5 3 هيطلع معاك على الشاشة بتاعت الآلة A B C. ايه دول يا مستر؟ دول المعاملات بتوع المقدار الثلاثي. هنا في كام؟ 1، اكتب 1 بعدين ادوس يساوي. هنا في 2، اكتب 2 وادوس يساوي. هنا في 1 وادوس يساوي يساوي. طلع معاك x1. يطلع معايا x1 بكام؟ قال لي طالع معايا ب-1. لا دي طالع اكس بس، انا سامعك وسامعك. طلعت اكس بس يا مستر. حلو، اكس بس ب-1. يبقى تروح حضرتك وحضرتك تفتح قوسين قد بعض، هتحط لي هنا س وهنا س. الآلة مطلعه اكس بكام؟ -1. اخدها موجب 1 بعكس الاشاره. اخدها موجب 1، لو طلع سالب اخدها موجب، ولو طلع موجب اخدها سالب. 2 س ناقص 8 دي بتتحلل ازاي؟ اي عدد قدام السين ناخده عامل مشترك. اي عدد قدام السين ايه؟ اخده عامل مشترك. س قدامها كام؟ 2، اخد 2 عامل مشترك. يبقى س ناقص 8 على 2 فيها ال 4. طب س ناقص 4 ملهاش تحليل. طب س زائد 1 ملهاش تحليل. حلو جدا، كده انا حللت يا شباب. الكلمة التانية حدد. يعني ايه حدد؟ دي ما يعرفهاش غيرنا. حدد يعني المجال. المجال ح ناقص ح فرق ح ما عدا. شوف هتقراها ازاي. واخد عكس اشارات الارقام اللي في المقام. ما عدا الارقام دي ملهاش مجال. -4 مجال هيجي عندي هنا 4. موجب 1 يجي -1. يبقى المجال ح ناقص عكس اشارات الارقام اللي في المقام. الكلمة الثالثة ايه؟ اختصر. تعالوا نختصر كل اللي شبه بعضه مع بعض. س ناقص 4 مع س ناقص 4. س زائد 1 مع س زائد 1. يتبقى ايه في النون س يا شباب؟ يتبقى س زائد 1 على 2. وبتبقى دي ابسط صورة لمسألة الضرب، مسألة من المسائل المهمة جدا جدا جدا. سؤال رقم 12 عمود الأسئلة وعمود امتحانات. وطبعا احنا بنقول يا جماعة ده نموذج متوقع جاي في الامتحان ان شاء ربنا. اوجد في حل مجموعة حل المعادلة باستخدام القانون العام. يا عم القانون العام ده انا هلم بيك درجات. اول حاجة يا شباب في القانون العام بنطلع أ وب وج. أ ب1، ب ب-2، ج ب-6. تاني يا شباب المعادلة اسمها س تربيع ناقص 2 س ناقص 6 بتساوي 0. أول حاجة تعملوها يا شباب تطلع أ وباء وج. أ معامل س تربيع. س تربيع مفيش حاجة قدامها يبقى 1
ب معامل س سالب 2 ج الحد المطلق سالب 6. وبعدين بنكتب القانون العام س بتساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. إذا س بتساوي السالب ده هينزل. طب إيه دي يا مستر؟ دي ب. الب بكام؟ بسالب 2 مع السالب بقت موجب 2. موجب أو سالب تنزل. فتح جذر فتحته زيه جذر. عايزك تقلده، تقلد القانون. وبعدين ب تربيع. يعني ايه ب تربيع؟ اضرب الب في نفسها مرتين. سالب 2 في سالب 2 يدينا 4. ناقص تنزل في 4 تنزل. بينهم علامة ضرب. ألف بواحد. بينهم علامة ضرب. ج بسالب 6. على 2 ألف. 2 في قيمة ألف. ألف بواحد. جميل جدا. س بتساوي الاتنين هتنزل. موجب او سالب هتنزل. وبعدين اسمعوا بقى الكلام اللي هقوله. جذر فاضي في ورقة الإجابة وادخل على الآلة اللي تحت الجذر بس. يعني اكتب على الآلة 4 ناقص 4 في 1 في سالب 6 يديني 28. وتحت 2 في 1 ب2. جميل جدا. وبعدين قال لي عارف يا مستر لو عندنا الزرار ده على الآلة كنا دخلناها كلها على الآلة. قلت له طب ايه الحل؟ قلت له ايه الحل؟ قال لي هنقسم الصفحة نصين. ناخد مرة الكسر بالموجب وناخد مرة الكسر بالسالب. مش دول إشارتين؟ ناخد مرة الموجب يبقى 2 زائد جذر 28 على 2. وناخده مرة بالسالب 2 ناقص جذر 28 على 2. يلا اديني آلتك، اديني آلتك الجميلة يلا. هتضرب ده على الآلة. وبعدين هتدوس اس دي يديك 3.64 من 100. دخل ده على الآلة دوس اس دي يديك سالب 1.64 من 100. يبقى مجموعة الحل قوس مجموعة وزوج مرتب. لا يا مستر ما فيش زوج مرتب. ايوه اعدل عشان الناس اللي عمالة مبوظالي الدنيا بالزوج المرتب. هنا ما فيش زوج مرتب. الزوج المرتب مع السين صاد بس. يبقى دي كده مجموعة الحل. قانون عام. سؤال مهم جدا ومتوقع في الامتحان ودمه خفيف مش تقيل. داخل بعد كده على مسألة جمع. قلت لك أي مسألة تشوف فيها كسور على طول تعديها على 3 كلمات. حلين، حدد، اختصر. طب يلا س تربيع ناقص س تتحلل ازاي؟ هنا س وهنا س. تاخد س عامل مشترك يتبقى معاك ايه؟ س تربيع شلنا منها س تتبقى س ناقص س. لما شلنا منها الس اتبقى المعامل اللي هو قدام س. هنا في واحد مش مكتوب يا شباب. تمام. تحت س تربيع ناقص 1 قوسين قد بعض. س تربيع تتحلل س وس. واحدة سالب واحدة موجب. جذر الواحد 1. تمام. س زائد 5 ملهاش تحليل. طب س تربيع زائد 6 س زائد 5 أي مقدار ثلاثي يحلل بالآلة. مود 5 3 يطلع معاك على الشاشة ABC. دخل معاملات. هنا 1 يساوي هنا 6 يساوي هنا 5 وبعدين 2 يساوي ورا بعض. تطلع x1 بسالب 5 يساوي تاني تطلع x2 بسالب 1. أنا بقى لما أجي أحل أفتح قوسين قد بعض وأحط هنا س وهنا س. الx1 بسالب 5 أنا أحطها موجب 5. الx2 بسالب 1 أحطها بموجب 1. كده أنا حللت. الخطوة اللي بعد التحليل المجال ح ناقص ما عدا اللي تحت. سالب 1 أخده موجب 1 بعكس الإشارة. موجب 1 أخده سالب 1. موجب 5 سالب 5. موجب 1 سالب 1 موجودة. اقفل على كده يا هندسة. المجال ح ما عدا أصفار المقام والمقام بجيب أصفاره بعناية. سالب 1 بقى 1. موجب 1 سالب 1. موجب 5 سالب 5. موجب 1 سالب 1 موجود. حلو جدا جدا جدا. الخطوة اللي بعد كده اختصار. بس خد بالك عشان الجمع والطرح التنكين قوي. تنك ليه يا مستر؟ قال لي الجمع والطرح يقول لك حاسب لما تيجي تختصر لازما كل كسر لوحده. ما ينفعش اخد حاجه من هنا مع حاجه من هنا. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك صلي على رسول الله هاخد دي مع دي بس.
وانزل الباقي، يتبقى س على س زائد 1. هنا ده يروح مع ده، يتبقى فوق 1 على س زائد 1. جميل جدا جدا جدا. المقام موحد يا هندسه، خد نفس المقام تحت، وبعدين البسط ينزل زي ما هو، س زائد 1. شايف ايه؟ شايف ايه؟ مش ده زي ده؟ يروحوا مع بعض، يبقى ابسط صوره طلعت كام؟ طلعت 1. طبعا لازما ان شاء الله يجيب لنا جمع في الامتحان او طرح، بس هو على طول بيركز على الجمع في المسائل دي. السؤال رقم 14، وهو اوجد مجموعه حل معادلتين طالما المعادله فيها س تربيع، يبقى دي البرواز. خطوات حل البرواز: بناخد المعادله الاولى يا شباب، نخرج ده بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي، هي سالب ص تخرج موجب ص، بروز، عشان كده انا سميتها برواز. بعد ما تبروز بنروح يا شباب نقول بالتعويض في المعادلة رقم 2. نزل لي المعادلة الثانية، س تربيع زائد س ص زائد ص تربيع بتساوي 27. ما تخافش يا لاعب خايف، امشي مع البرواز. البرواز بيقول لك س بتساوي ص، يعني اشيل السين واحط مكانها ص اهي. طب ما عليها اس ينزل، زائد اشيل السين واحط مكانها ص، بينهم هنا علامه ضرب، الصاد دي تنزل، زائد والصاد دي تنزل وال27 تنزل، يبقى انا شلت السين وحطيت مكانها ص. حلو جدا. ص تربيع دي تنزل، زائد هنفك الضربه دي، ص في ص بص تربيع، والباقي كله هينزل. عملت ايه؟ وضحت ان المسألة كلها بقت برمز واحد. ازاي؟ قال لي ص ص ص، تعالى اجمع هنا 1 و1 و1، يبقى 3 ص تربيع بتساوي 27. انا عايز ص اقسم هنا على 3 وهنا على 3، دي هتروح مع دي تطلع ص تربيع 27 على 3 فيها 9. خد الجذر التربيعي للطرفين، يبقى الصاد بتساوي موجب او سالب جذر التسعة كام؟ 3. اقسم الصفحة نصين، هتاخد مرة الصاد بالموجب وتاخد مرة الصاد بالسالب. جبنا قيمة صاد، ارجع يا شباب من جديد اقول له بالتعويض في المعادلة رقم 1 اللي هو البرواز يعني، ايوه هياخد مرة س بتساوي صاد، س بتساوي صاد. طيب هنعمل ايه؟ قال لي الصاد ب3، شيل الصاد وحط 3. شيل الصاد دي وحط 3 قيمتها. هنا هشيل الصاد واحط -3، يبقى س بتساوي -3. يلا هات لي مجموعة الحل. قال لي مجموعة الحل قوس مجموعة زوجين مرتبين. حلو قوي. من الناحية اليمين دي شايفينها س ص، يبقى 3 و3. من الناحية الشمال س ص -3 وسالب 3. ارخم معادله هتقابلك في الامتحان معادله البرواز، وانا مدربكم عليها جامد جدا، فان شاء الله مفيش حاجه رخمه معانا. سؤال 15، السؤال قبل الاخير، ن -1. الله، سؤال مهم جدا، خد بالك منه، خدي بالك منه. اول حاجه هعملها هروح يا شباب احلل البسط والمقام. لازم نحلل س تربيع وس، ناخد س عامل مشترك، وبعدين شيل س تربيع منها السين تتبقى س، ناقص 2 س لما اشيل منها السين تتبقى 2. تحت مقدار ثلاثي هحلل بالآلة مود 5 3 س وس، الآلة تديني رقمين اخد عكس الاشارات، هتديني -2 وسالب 1. كده انا عملت ايه يا شباب؟ كده انا حللت. الخطوة الثانية حدد، والتحديد يعني المجال. المجال في ن -1 يا شباب ح ما عدا تحت وفوق، وقلناها في الاختياري تحت وفوق عكس دي، -2 تبقى 2، -1 عكسها 1، -2 عكسها 2، والسين دي مجالها 0، ما تنسوش السين دي مجالها 0. كده انا حللت وحددت. الخطوه الثالثه اختصر متشابه، ده يمشي مع ده، يطلع معايا في النون س، ركز في اللي جاي، س على س ناقص 1. انا كده جبت نون س، هو عايز مني نون أس -1. طب ما تصلي على رسول الله، نون أس -1 معناها المعكوس الضربي. اقلب
يبقى س ناقص 1 على س. تاني ن أس سالب 1 معناها إيه؟ معناها المعكوس الضربي. طب معكوس ضربي من ابتدائي لو معايا 5 على 6 تبقى 6 على 5 بس كده. معاك س على س ناقص 1 لما اجي اجيب ن أس سالب 1 اقلبها طلعت دي. بص بقى المطلوب الثاني مطلوب جامد قوي. بيقول لك اذا كان ن أس سالب 1 س بتساوي 3 اوجد قيمة س. تعالى معايا. هي ن أس سالب 1 س دي مش انت لسه جايبها؟ خلاص هشيل دي واحط قيمتها يبقى س ناقص 1 على س وادي التلاتة اللي بره. دي مقامها كام؟ 1. اعمل مقص. 3 في س ب3 س يساوي 1 في س ناقص 1 بس ناقص 1. تاني يا شباب تاني كده معايا لو سمحت. 3 في س ب3 س 1 في س ناقص 1 بس ناقص 1. هودي الس للس يبقى 3 س ناقص س بتساوي سالب 1. 3 س ناقص س يبقوا 2 س بتساوي سالب 1. هتقسم على الاتنين يمين وشمال تطلع السين بسالب نص. جبنا قيمة س. ناخد بالنا من مسألة ن أس سالب 1 مهمة جدا جدا جدا. آخر سؤال في النموذج بتاعنا طبعا بيكون عن الاحتمالات إن شاء الله. بيقول لي إذا كان أ وب حدثان من فضاء هنا تجربة عشوائية لام أ نص لام ب تلت اوجد لام أ اتحاد ب في الحالات الآتية. معايا حالتين. لما أجي أحل السؤال ده هشتغل مرة على الحالة الأولى لوحدها ومرة على الحالة الثانية لوحدها. كلام طيب قوي زيكم. لام أ اتحاد ب بيتفك ازاي؟ ركز معايا عشان ما بحبش حد يحفظ. بوزع لام على القوس يا شباب. وزع لام على القوس يبقى لام أ زائد لام ب. وبعدين بعد ما توزع غير الإشارة غير الفتحة بدل ما هي فوق تنزل تحت يا جميل. تعال نعوض. لام أ بنص لام ب بتلت. لام التقاطع ما هي دي الحالة الأولى حط مكان التقاطع تم. اضرب على الآلة وطلع يا هندسة وقول لي كام. طب عايز الحالة الثانية. لام أ زائد لام ب وزع لام على القوس غير الإشارة غير الفتحة لام أ تقاطع ب. فوق يا هندسة. لام أ بكام؟ بنص. لام ب بكام؟ بتلت ناقص التقاطع. بيقول لي في الحالة الثانية حدثان متنافيان. طالما متنافيان يبقى التقاطع بصفر. فك بالآلة وقول لي كام يا هندسة. ودي كانت آخر حاجة معايا في النموذج الأول المتوقع. احنا عاملين يا شباب زي ما قلنا في بداية الفيديو 4 نماذج متوقعة بفضلك يا رب لن يخرج عنهم الامتحان بمشيئة الله عز وجل. انتظرني يا صديقي في فيديو جديد من فيديوهات الامتحانات المتوقعة بإذن الله. وده كده الامتحان الأول. باقي لك عندي 3 امتحانات جبر. طبعا هندسة 4 والجبر هندسة. انتظرني يا صديقي. كان معكم مستر محمود علي مدرس أول رياضيات ومعد المادة في جريدة الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.